السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهوات أم صفاء. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم واحد العصير اللي ساهل وبسيط ودير ضجة كل شي الناس حتى يتكلموا عليه، وتيجي غزال وبمكونات اللي بسيطة وتقريبا كتكون موجودة بزاف عندنا في الدار. يعني نقدروا نخدموا به في هذا الصيف هذا، تيجي غزال وخفيف. كنتمنىكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي حامضه اللي غسلتها مزيان، ضروري شويه تتكون فيها ديك النقيطات تيشدوا لينا بحال التراب. وهذا مهم. هنا غادا ناخذ ليها ديك القشره الفوقانيه الصفراء، ونحاول انني ما نحكش باش ما تطلعش ليا ديك البيضه في الحكه، حيتاش تتعطينا المروره بزاف. صافي كنستمر حتى ناخذ ليها دوك البشور ديالها الفوقانيين كاملين. ثاني تناخذ الليمونه اللي بنفس الطريقه، حتى هي غسلتها مزيان ونشفتهم وخديتها باش نحكها، ونحاول ما امكن انني ما ناخذش القشره البيضاء التحتانيه باش نتفادى ما تعطينيش المروره. يعني بالنسبه لهاد العواصير لا ديال الحامض او لا ديال الليمون، يعني عامه ضروري خصنا نردوا بالنا مع العظومه او لا مع ديك القشره البيضاء ديالها، هي اللي تتمرر لنا العصير ديالنا. وتيجي العصير تقدريش تشربيه، تجي فيه واحد الحروره بزاف خايبه. صافي هنا بعد ما خديت هذاك البشور ديالهم غادا نحتفظ بهم على جنب، وغادا نحطهم وغندوزو باش نقيو الليمونه والحامضه ديالنا. يعني انا اضطريت انني نشارك معكم بالضبط كل شيء باش اي واحد ما يبقاش يلقى مشكل في العصير ديال الحامض او لا. مهم هنا تنقيوه مزيان وتنحيدوا ليه ديك القشره البيضاء، وحنا حتى نقيو باش ما تدوز لينا حتى شي حاجه اللي تخسر لينا العصير ديالنا. صافي هنا تنقي مزيان، ومن بعد تنحلها وتنبدا نقطع فيها هكا وتنحيدو العظيمات. الا كان الحامض ديالنا او الليمون نوعيه زوينه وما تلقاوش فيه العظومه بزاف، يعني هنا هانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري تنبدا نقلب حتى كنحيد العظيمات كاملين، حتى دوك الرقيقين ضروري تحيدوهم لحقاش تيديروا لنا المروره. صافي تنستمر بنفس الطريقه، وغادي ناخذ الليمونه حتى هي نقيها بنفس الطريقه. يعني انا راه تنقطع وتنعاود نتاكد من العظيمات، حيتاش غير تيطحنوا صافي تيعطيونا ديك المروره في العصير ديالنا. صافي الليمون حتى هو تنخدمو بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، وانا غاديه معاه بالسيف حتى نحيد ليه دوك البياض ديالو كامل. وهنا صافي تنحاول نقطع الليمون ديالي دوائر على هذا الشكل هذا، ونحيدو داك القلب الوسطاني اللي تيكون، يعني هاد البيوضه اللي تتكون راه هي اللي تتخسر لنا العصير ديالنا. صافي هنا تنحاول تنقلب، الا كانوا شي عظيمات تنزولهم صافي، وتنخليه على نفس الطريقه كيف ما غتشوفوا معايا. صافي ثاني غناخذ تفاحه حتى هي ما غاداش نحيد ليها القشره كامله لحقاش غادي نصفيه في الاخر، يعني ما يحتاجش انني نقيها، ضروري غادي نصفيوه. اللي بغى يصفيه بلا ما يحاول انه ينقيه، كنتو غاديين تشربوه ديريكت نقيوها. بالنسبه لهاد التفاح اللي كيكون شويه احمر، اما داك الخضر ولا كانت الجلده ديالو فتيه ما قاصحاش، راه كلشي تيتطحن في العصير، راه ما تتبقى فيه حتى شي حاجه. صافي تنقطعوا مربعات على هذا الشكل هذا، وغادا ندوز كلشي في الهاشوار. يعني ما غادا ندير في الاول لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني غنعصروهم ديريكت. الماء ديال الحامض وديال الليمون هو اللي غادي نكتفي به في هاد الخطوه الاولى. ضروري تتبعوا الخطوات كاملين وغادي يجيكم هذا العصير وتيخرج لنا كميه كثيره تبارك الله ولا باس بها. كنتمنى انني ما نطولتش عليكم في الهضره بزاف.
صافي هنا تناخد داك اللي حكيتهم وندوزهم مع العصير ديالي. غنطحن كل شيء. صافي هنا غادي نطحن الكل جيدا حتى نحس به ولا عندي كل شيء مندمج، ولا العصير ديالي يعني قادر انه صافي تطحن جيدا. صافي هنا بعد ما غادا نطحنو غنكون مجدة الماء ديالي. هنا عندي تقريبا لتر ديال الماء. صافي غادا نشوفوا كيفاش ولا يعني كل شيء تطحن. هانتوما شوفوا يعني ما بقات فيه حتى شي حاجه. فاش ما بغيتو طحنوا. المهم انا استعنت غير بالهاشوار يعني راه كافيه وطحنات ليا مزيان. صافي هنا غادي نزيد سكر سنيده وغنضيف واحد الكميه الاولى ديال الماء وغادا نضيف السكر وغنعاود نطحن. المهم هنا ضفت واحد 4 المعلقات ديال السكر تيبقى على حساب الذوق ديالكم. تعرفوا الحامض والليمون بالذات الحامض تيبغي السكر. يعني هنا ضفت 3 المعلقات حتى ل4 كافيين. صافي انا هنا طحنت مزيان. صافي هنا غادا نعاود ندير الكميه ديال الماء اللي باقيه عندي وندوزو باش نصفيه. يعني غادا نصفيه في الاول عاد غادا نزيد من بعد الماء يعني انا ضفت هذاك اللتر وزدت معاه تقريبا واحد ربع لتر اخر ديال الماء وعطاني واحد الكميه زوينه وجا غزال وما جا لا خفيف لا والو. يعني جا منسجم يعني احسن من العواصير اللي تنشريو من الزنقه. صافي هنا غادي نصفيه مزيان كيف ما غتشوفوا معايا وغادا نكمل ندير داك الماء اللي باقي عندي ونوريكم النتيجه الاخيره ديال العصير ديالنا. صافي هادو هما اللي تبقاو ليا من هذيك التفاحه حيتاش انا تلقات عندي غير هذيك الحمراء. لو كانت البيضاء اولا الصفراء ما تتبقاش. صافي هنا ضفت الكميه ديال الماء اللي كافياني. انا ضفت واحد لتر ديال الماء وزدت تقريبا واحد الكاس يعني راه ماشي بزاف. صافي راه جا هو هذاك وجا غزال وجا زوين. كنتمنىكم انكم تجربوه في هذا الصهد هذا راه غادي ينال الاعجاب ديالكم وتيبرد لينا العطش صراحه الله. يعني نديو معنا البحر اولا يعني عصير بسيط وسهل وما تيكلفناش بزاف وتيخرج لنا واحد الكميه اللي كثيره تبارك الله. انتم كتشوفوا يعني هذا الكاس الكبير عندي تيهز واحد 2 لتر ديال العصير وخديت كبيت منه كويسات ومازال تبقى عندي تبارك الله راه تيجي غزال. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم الى عجبكم ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش. هذا فضلا ليس امرا.